ليس منا أبدا من مزق، ليس منا أبدا من فرق، ليس منا أبدا من يسكب النار على أسهالنا كي تحرق. مس الجني مديرة مؤسسة توكل ثرناك، أهلا وسهلا. الأخ محمد حمزة والأستاذ أحمد فضل عضو المجلس الإداري. تحية لكم كذا كذا المقطع يا حياكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء واستثمار الطاقات اليمنية المبدعة ذات الكفاءات والفن والإبداع والطموح. حضورنا الكريم، لماذا مهرجان إدراك؟ لأنه إعادة لإحياء فن السينما في اليمن الذي اندثر بفعل أحكام باطلة، وكذلك إبراز المواهب اليمنية المتعددة لنخلق إدراكا وتوعية للفرد والمجتمع من خلال هذه الرسائل الفنية أن تدرك الحقيقة بكل زواياها وترى العالم من منظور الاطلاع. الأستاذة نادية عبد الله وكيلة وزارة الشباب والرياضة، الإخوة ممثلي الجالية اليمنية، الإخوة ممثلي الاتحاد العام، الإخوة ممثلي معهد ABC هيرزون، الضيوف الأكارم وأنتم الحاضرين الأجلاء. أولاً أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانياً أقول لكم أن ما رأيتموه قبل قليل ونحن أمامكم ننصب كهيئة تنفيذية جديدة من قبل الهيئة التنفيذية السابقة، الهيئة صاحبة الفكرة والمنفذة والمشرفة على هذا المشروع أو هذا المهرجان هو بحد ذاته موضوع إدراك. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نمشي واحد في الشارع يقول هذا مسلم، هذا أعرف، هذا تركي، عشان السلام بينكم، هذا العقيد شرف الحمد والسلام والإكرام. وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارف أكرمكم الله يرحم. جعلنا شعوبا وقبائل ليست تتشاحن وليست تتقاتل وليست تتضارب.
ايش؟ قتلوا وقتلوا متى يجون الفعلان؟ بدأت العملية إذا كل الناس بيرسموا الحياة من المكان اللي هم فيه، وأنا واحدة من الناس، لكن كل مش ترسم الحياة أنا والكل بيشوفوا إنها غلط. أنا ضروري بكسرش ولا حاجة ولا حتى أحلم ولا ألاقي حاجة حالة في حياتي. حياك الله. في هذه الأجواء التفاعلية من مهرجان ومسابقة إدراك، يشرفنا جميعا في البداية أن نتعرف على صناع الوعي والثقافة، نتأمل في بديع خيالهم، نكتشف أحلامهم، نلامس وجدانهم ونبارك لهم نجاحهم. الحضور جميعا. مهرجان إدراك يختتم أنشطة الهيئة التنفيذية السابقة، ويكون بنفس الوقت باكورة أنشطة الهيئة الحالية. ففي هذا المهرجان نحتفل بالإنجاز والحلم، نقطف آخر ثمرات الأمس الذاهب، وفي نفس اللحظة نغرس بذرة الغد الآتي. الضيوف الأكارم، سعادة الرئيس، الأخوة أعضاء الهيئة التنفيذية ولجنة الرقابة والتفتيش، قبل عام تم اختيارنا لقيادة هذا الاتحاد. كان الطريق مظلم لكن العزيمة أقوى، والعثرات محيطة لكن الإصرار أمضى. سمية العبدي. Merhaba, benim adım Abdullah. Yemenli Öğrenciler Birliği, İstanbul Yemenli Öğrenciler Birliği Başkanıyım. Bugün bizim kısa film yarışmamız var. 10 filmimiz bu yarışmaya katıldı. Buna ekstra olarak Yemen'de yapılmış olan filmleri bugün de sergiliyoruz. Bu etkinliğin amacı Yemen'deki sinemayı geliştirmek,
öğrencileri bu alanda geliştirmek ve gelecekte Yemen'in medyasını, sinemasını iyi bir hale getirmek. Bu Yemenli Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen ilk kısa film yarışması. İnşallah önümüzdeki yıllarda ve çalışmalarda onun ikincisini, üçüncüsünü daha fazla bunun gibi çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Filmlerin konusu genellikle Yemen'deki durumları anlatan filmlerdir. Yemen'in sıkıntılarını işte büyük konuşmalarda, büyük panellerde anlatılacak şeyleri aslında 5 dakikaya ya da 6 dakikaya, 7 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Özellikle bugünlerde sinemanın önemi, yani kimse tartışmaz. Bunun üzerinde herkes hemfikir. Bu bizim yaşadığımız sıkıntıları, Yemen'deki durumları film üzerinden insanlara aktarmak ve onları bilinçlendirmek bunların amacı. Merhaba, Mücahit Beycihan, Yemenli Öğrenciler Derneği'nin İlişkiler Başkanı. Bugün bu programı düzenledik. Bu program daha asıl konusu Yemenli kısa filmleri. Bu Yemenli kısa filmleri daha çok şeyle ilgili. Buradaki Yemen'imizin durumu. Şu an biliyorsunuz Yemen savaş halinde. Bu savaş süresi oradaki Yemenli arkadaşlarımız bu savaşa karşı ne yaptılar, ne düzenlediler, hangi duruma düştüler. Bu da filmlerimizde inşallah yayınlanacak. Daha aynı zamanda buradaki Türk halkı ile Yemen halkı arasındaki o bağı güçlendirmek amacıyla bu programı düzenledik. Türk halkı ile Yemen halkı arasındaki bağ ta ki yeniden olmamış. O ta ki Osmanlı Devleti'nden biri. O bağ din bağı olarak ve tarih bağı. Ve inşallah Yemen ile Türkiye arasındaki o güçlü bağı daha güçlü kılacağız inşallah. Ve biz şu an vatanımızdan gittik burada eğitim almaya Türkiye'ye geldik. Ve inşallah Türkiye için hayırlı olacağız ve vatanımız için inşallah hayırlı olacağız.